السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ والنهاردة الفيديو نصايح هتفيدك في المطبخ، نصايح هتفيدك جدا. خليكي معايا لاخر الفيديو هتستفيدي جدا. اول نصيحة وهي لما تيجي تتبلي فراخ او تتبلي لحمة، ضيفي على التتبيلة ربع كوباية زيت، لان الزيت يا حبايبي هو اللي بيفتح انسجة الفراخ وبيدخل فيها التتبيلة بصورة افضل. تاني حاجة يا ريتك تضيفي على التتبيلة زبادي أو لبن رايب، لأن حمض اللاكتيك هو اللي بيخلي اللحوم طرية وجوسي وطعمها أفضل. تاني نصيحة، لما تيجي تقلي الشعرية، لما تعملوا رز بشعرية وتقلي الشعرية، ضيفي الملح اللي هتضيفيه للرز ضيفيه على الشعرية أثناء تحميرها. ليه؟ لأن الملح بيزود درجة غليان الماء، فبيمتصله الرطوبة من الشعرية وبيوحد لي اللون، بيخلي لي لون الشعرية كله موحد، مش واحدة حمراء وواحدة صفراء أو واحدة صفراء وواحدة بيضة، لا بيخلي لي لونها موحد أصفر ذهبي، وكمان بيسرع تحميرها. ثالث نصيحة يا حبايبي وهي لما تيجي تحط في وصفة معلقتين صلصة، ضيفيها والنار حامية جدا، لأن الصلصة صاحبة النار. يعني إيه صاحبة النار؟ يعني بتحب الحرارة العالية، علشان بتطلع حاجتين، بتطلع المواد الحافظة اللي داخلها، وكمان بتطلع المواد السكرية، فهتدي تسكيرة للوصفة. بس كده، يا رب أكون فدتكم. ما تنسوش تدعموا لي القناة وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.